في 2013 3 جويلية بولاية البوليدة بلدية المفتاح على 11 نتاع الليل، بعد الشبان أبناء الحي كانوا جالسين في الحي نتاعهم، إذا بهم يتفاجئوا شوفوا واحد المنزل في الحي نتاعهم شعل فيه النيران. صحاب الحي هادو كانوا يعرفوا صاحبة المنزل اللي كانت تبلغ من العمر 50 سنة، كانت في العقد الخامس من العمر نتاعها، متزوجة وعايشة هي والزوج نتاعها وحيدين في هذاك المنزل، ما عندهمش الأولاد. أصحاب الحي اتجهوا لهذا المنزل، يحاولوا أنهم يقتحموا المنزل، يطفئوا النيران، يساعدوا صاحبة البيت، لكن ما كانوش يسمعوا الصراخ. إذا بهم يتفاجئوا بواحد الشاب ساقط قدام الباب نتاع المنزل، مطعون عدة طعنات في البطن نتاعو، وكانت الحالة نتاعو حرجة. واحد من أصحاب الحي نقلوا للمستشفى، واتصلوا بأعوان الأمن والحماية المدنية. جاو الحماية المدنية، اقتحموا المنزل، طفاو النيران. لما وصلوا للغرفة نتاع صاحبة المنزل هنا تفاجئوا بواحد الأمر. هنا لقاو هاد المرأة ساقطة وسط الغرفة نتاعها، والنيران ملتهمة الجثة نتاعها. جاو أعوان الأمن، الشرطة العلمية، رفعوا جميع الدلائل وجميع القرائن، ونقلوا الجثة لمصلحة تشريح الجثث. هنا واش جا واحد التقرير من الطبيب الشرعي يبين أن هاد المرأة قبل ما تنحرق تعرضت لعدة طعنات في البطن نتاعها، يعني اللي قتل هاد المرأة قبل ما يحرقها طعنها عدة طعنات. إذن شكون هو هاد الوحش البشري اللي ارتكب هاد الجريمة؟ وعلاش نكل بهاد الجثة بكامل هاد البشاعة؟ علاش هاد الشاب ما يخافش الله؟ جريمة بشعة والله العظيم. صحاب الحي قعدوا مصدومين من هاد الجريمة، الناس كامل مصدومين من هاد الجريمة، خاصة هاد المرأة ما كان عندها أي عداوة مع أي واحد في هذاك الحي. هنا تجب واحد الأمر، أن ممكن اللي ارتكب هاد الجريمة ممكن يكون السبب هو من أجل السرقة. لكن النيران كانت التهمت المنزل. هنا قعدوا يحقوا مع أصحاب الحي إذا ممكن أنهم شافوا واحد دخل لهذاك المنزل، ممكن أنهم شكوا في أي شخص. لكن الشاب اللي كان ساقط قدام الباب نتاع المنزل وكان مطعون عدة طعنات، هذاك الشاب هو اللي كان ابن أخ هاد الضحية، هاد المرأة الضحية. لأن هاد المرأة الضحية في هذاك اليوم كان الزوج نتاعها سافر للعلاج، واتصلت بابن الأخ نتاعها اللي كانت هي اللي رباته، اتصلته أنه يجي يقعد معاها في المنزل. لكن هاد الولد كان في حالة حرجة، ونقلوه للمستشفى وكان في حالة حرجة، كان يصارع الموت، كان ما بين الحياة والموت. ما يقدروش المحققين أنهم يحقوا معاه، ممكن أنه حتى ما يعيش. بداو يحقوا، يحاولوا أنهم يتوصلوا لأي نتيجة. قدام المنزل نتاع الضحية كانت تسكن واحد المرأة، هاد المرأة اللي كانت قريبة لهاد الضحية، كان الزوج نتاعها. هاد المرأة كانت زوج الضحية هو أخ هاد المرأة. المرأة هادي كان الزوج نتاعها متوفي، وعندها ولد واحد اسمه عادل، وعندها زوج بنات. هاد الولد عادل كان الوحيد عند الأم نتاعو. بعد ما توفى الأب نتاعو خلالو بعض الأملاك، خلالو مبلغ مالي كبير، وخلالو منزل.
لكن هذا الولد تبع الطريق نتاع السهرات الليليه، وكان يروح لزيرالدا ويصرف الملاهي الليليه، ويصرف هاد الاموال اللي كان خلاها له الاب نتاعو على السهرات الليليه، ويصرفها على النساء وعلى المخدرات. كلا جميع الاموال اللي خلاهم له الاب نتاعو، ولا مدمن على السهرات الليليه. عادل بعد ما كلا جميع الاموال نتاعو بقى له المنزل، قرر انه يبيع المنزل نتاعو. الام نتاعو وقفت له في الطريق قالت له: يا عادل يا ولدي ما تبيعش المنزل نتاعك، دارك تسترعارك يا ولدي. لكن عادل تحدى الام نتاعو. عادل كان مشى في الطريق نتاع الهوى، مشى في الهوى نتاع السهرات الليليه. فعلا باع هذا المنزل، باعه بحوالي 800 مليون سنتيم، وقعد على السيره اللي كان فيها في الاول، يروح يسهر كل يوم سهرات كل يوم، حتى كلا جميع الاموال نتاعو، جميع هذاك المبلغ اللي داه من المنزل كلاه في السهرات الليليه وما بقى له والو. لكن عادل شاب مدمن على السهرات الليليه. كيفاش يجيب الاموال ومنين يجيب المال؟ شكوك كامل كانت تروح ان عادل هو اللي ارتكب هذه الجريمه، لان واحد من اصحاب الحي كان عنده محل في هذاك الحي، راح للشرطه وقدم لهم واحد النقطه اللي كانت بمثابه نقطه مهمه في هذه الجريمه. قال لهم انه في هذاك اليوم 3 جويلية شاف عادل يحوم قدام المنزل نتاع العم نتاعو اللي كان مجاور معاه. وقال لهم وكان مقلق عادل، وقعد يترصد في المنزل حتى الليل، وقال لهم انا كنت نشوف فيه لكن هو ما شافنيش. لكن رغم كل هذا ما كان عندهم اي دليل يبين ان عادل هو القاتل. هنا كان الدليل الوحيد هو ابن اخ الضحيه اللي كان في المستشفى يصارع الحياه. هنا الشرطه داروا واحد الخطه اللي كانت خطه مفيده في هذه الجريمه. تلقوا واحد الدعايه قالوا ان هذا الشاب اللي كان في المستشفى انه مات، انه توفى. حاولوا انهم يضلوا المجرم وانه ما يبعدش من مسرح الجريمه. فعلا عادل سمع ان الضحيه الثاني انه توفى، وقعد في نفس الحي. هنا بعد ما مر اسبوع على هذه الجريمه تبين ان هذا الشاب الحاله نتاعو استقرت. هنا انتقلوا اعوان الامن عنده للمستشفى وبداو يحققوا معاه. كانوا نقلوه لاحد المستشفيات الخاصه، انتقلوا عنده، عرضوا عليه بعض الصور وتعرف على المجرم اللي كان هو عادل اللي كان القريب نتاع الضحيه، اللي ما توقعتش هذه المرأة انه في يوم من الايام ممكن انه هو اللي يكون القاتل نتاعها ويقتلها بوحشيه ويحرق الجثه نتاعها. لكن كيفاش ارتكب هذه الجريمه؟ كما قلت لكم عادل كان مشى في الطريق الخطا، لاني كشفت لكم الجريمه من الاول وهذه ماشي من عادتي. كان مشى في الطريق الخطا وتبع سهرات ولا مفلس بعد ما كلا جميع الاموال نتاعو وبعد ما باع المنزل نتاعو. هنا قرر انه يدخل المنزل نتاع هذه المرأة. لكن الشيء اللي صدمني في هذه الجريمة هو اللي رايح نبينه لكم، اللي رايح نصدموا به. قرر انه
يقتحم المنزل نتاع هاد المرأة. بالفعل في هذيك الليلة 3 جويلي دخل المنزل نتاع هاد المرأة. المرأة هذه بعد ما دخل المنزل نتاعها سمعت الصوت في الحديقة، لكن عادل واش يدير؟ طفى عليهم العداد نتاع الكهرباء. لما هم خرجوا للحديقة ودخل للمنزل وتخبى لها في الغرفة نتاعها. بالفعل لما دخلت هذه المرأة للمنزل وراحت للغرفة نتاعها، هنا تتفاجأ بعادل في الغرفة نتاعها. قعدت تصرخ: واش راك دير هنا يا عادل؟ واش راك دير؟ وخايفة منه، لأن عادل كان يملك جثة ضخمة وكان قوي الجثة. هنا عادل بعد ما تعرفت عليه حكم هذه المرأة وعطاها عدة طعنات وخلاها سقطة على الأرض نتاعها. الابن نتاع الأخ نتاعها سمع الصراخ نتاعها، صعد للغرفة نتاعها. لما صعد الغرفة نتاعها تفاجأ بعادل، وكان يحمل سكين في الإيد نتاعو. بالفعل عادل حكم هذا الولد حتى هو عطاه عدة طعنات. بعد ما عطاه عدة طعنات قيد الإيدين نتاعو والأرجل نتاعو ودارو في واحد الخزانة وغلق عليه، وكان متأكد أن هاد الشاب مات. هنا الشيء اللي صدمني في هاد الجريمة، عادل لقى مبلغ مالي صغير اللي ما كانش يتجاوز 10 ملايين، ولقى بعض الحلي من الذهب. راح وباع هاد الحلي من الذهب والمبلغ المالي. كل الأموال اللي سرقها من هذا المنزل ما كانت تتجاوز 25 مليون سنتيم. الشيء اللي صدمني في هذه الجريمة أنه في هذيك الليلة راح سهر في أحد الملاهي الليلية وكلا جميع المبلغ اللي كان عنده في هذيك الليلة. ارتكب جريمة قتل فيها شخصين، أزهق فيها روحين. الثاني ما ماتش برحمة الله سبحانه وتعالى، أزهق روح من أجل أنه باش يسهر ليلة واحدة. شوفوا الإدمان نتاع هاد السهرات الليلية اللي نطلبوا من الشبان أنهم يبعدوا عليهم، لأن تاكل لهم جميع الأموال نتاعهم. سقسي المجرب، أنا نعرف شبان ضاعت الأموال نتاعهم، ضاع الشباب نتاعهم في السهرات الليلية، ضيعوا جميع الأملاك نتاعهم في السهرات الليلية. راح وسهر كأنه ما كاين ولا شيء. هنا أعول الأمن بعد ما استيقظ هذاك كما قلت لكم هذاك الضحية الثاني اللي كان في حالة حرجة والحالة نتاعو بدات تستقر، وبلغ أنه عادل هو مرتكب هذه الجريمة. لقاو عليه القبض، حاول أنه ما يعترفش، لكنه تفاجأ لما قالوا له أعوان الأمن أن الضحية الثاني ما زال على قيد الحياة، اللي هو كان يظن أنه فعلا توفى بعد ما سمع الدعايات اللي خرجت من الشرطة. هادشي اللي ما خلاهش يهرب من عين المكان. فعلا بعد ما قدموا عادل القضاء بعد بالدلائل الملموسة وإعادة مسرح الجريمة والاعترافات نتاعو، قدموه للقضاء وحكموا عليه حكم 30 سنة سجن نافذة. ضيع الشباب نتاعو وخلى الأم نتاعو محروقة عليه، وفي الأخير رايح يلقى الله سبحانه وتعالى وينحرق في جهنم لأنه هو قاتل الروح. كل هذا السبب نتاعو أنه مدمن على السهرات الليلية. من أجل هذا
من أجل الرغبة والسهرات الليلية. والله العظيم شيء مؤسف لما تسمع مثل هذه الجرائم توقع في بلد كبير مثل الجزائر. نتأسفوا ويروحوا ضحايا. تروح مرأة ما عندها أي ذنب، مرأة فرحانة بالحياة نتاعها، عايشة مع الزوج نتاعها. الزوج نتاعها كان مسافر من أجل العلاج، يرجع للمنزل نتاعو يتفاجأ بالزوجة نتاعو مقتولة ومنكلين بالجثة نتاعها، محروقة ومطعونة عدة طعنات. المهم نتمنى الرسالة كانت وصلت لبعض الشباب اللي تبعوا الطريق هذا نتاع السهرات الليلية والطريق الحرام. إذا عجبتكم القصة نتاعنا ما تنسوش الاشتراك والجام، والسلام عليكم.